هي الناس كلها متخيله ان كانت المغامره حيوانات، هي المغامره ما كانتش حيوانات بالمناسبه. امال ايه؟ الواحد شافهم كان بيخاف. هو اقول لحضرتك، هي المغامره كانت تتلخص ان احنا كنا بنصور فعلا في ظروف قاسيه جدا. اولا احنا قعدنا اول اسبوع او اول 10 ايام بنصور في حته اسمها سان سيتي، دي زي مكان مقفول، منطقه سياحيه جميله كده، ما حسيناش باي حاجه فيها قلق او فيها خوف، لان منطقه مقفول عليك كلها زي الغردقه زي شرم الشيخ. منطقه سياحيه مقفول عليكي والواحد رايح جاي براحته يعني. اما نزلنا جوهانسبرج بقى بعديها، كنا قاعدين في حته اسمها روز بانك بنصور في حته تبعد، في غابه تبعد عن روز بانك دي حوالي ساعه وربع على الطريق السريع بعد ما تخرجي. يعني بنسافر يوميا لمده شهر و10 ايام او شهر ونص، غير ال 10 15 يوم بتوع سان سيتي. يوميا بنصحى 4 الصبح نروح عشان نصور، نرجع على 8 9 بالليل. ولو اليوم مقلوب، لو عندنا تصوير ليل، كانت الحكايه بتتقلب بس نفس عدد الساعات. في طبيعه غريبه جدا. الطبيعه هناك الجبال صخر، هي صخر بس طلع منها خضره. وبعدين ما انتش ضامنه بقى، بتصوري تلاقي سنجاب معدي من تحت رجلك، قرد نازل، فيل بيتسلى، فكل الدنيا بتقف، يقول لك لازم نقف لان الصوت بيزعجهم. فلو حصل عمليه ازعاج ليهم ممكن يهاجموك. وحصلت مره فعلا في شوت في الفيلم، اللي شاف الفيلم يعني، انا بضرب ببندقيه، بضرب غزاله ببندقيه مخدره. فالشوت ده احنا قاعدين مستنيين الحيوانات كلها تتلم عشان وانا بضرب يعني المشاهد شايف فيو، شايف حيوانات، شايف زراف، شايف مش عارف، وانا بضرب دي من وسطهم. فالافيال جت، فاحنا كنا راكبين عربيه من اللي هي العربيات اللي بتاعتهم بتاعت السفاري الضخمه دي، كذا عربيه واقفين، وسامح سليم مدير التصوير واقف، وعمرو عرفه واقف، ومحمد امين واقف مهندس ديكور، والمجموعه كلنا واقفين. وفجاه حد على صوته، فلقينا فيل من الافيال بصلنا. والله العظيم 3. فانا قلت له يا سامح، انا المفروض واقف جنب العدسه مستني يقولوا لي خش الكادر واضرب. يعني واقف ستاند باي ان انا اخش واضرب عشان نصور الشوط. انت مستنيه ان هم يعني الحيوانات تتظبط، انا يعني في عشوائيه في الحكايه لغايه ما هم كده بمزاجهم يتظبطوا، واخش واعمل الميزانسين او الحركه اللي قدام الكاميرا. ففجاه صاحبنا ده وقف كده بص لنا، صاحبنا اللي هو الفيل هم كانوا 4 افيال، يعني فيل جه وراه الفلافل بتوعه. يعني شويه اصحاب كده لممهم يظهر كانوا طالعين يتمشوا شويه، يعني ما تفهميش. فاتنرفزوا من المنظر ومن الصوت ومن الدوشه، واحنا معانا ناس هناك حراسه وناس كل شويه تدينا ملحوظات لان بننسى مش متعودين. وفجاه ده ابتدى يجري علينا. اول واحد جري عمرو عرفه، انا تاني واحد جريت، المجموعه كلها ابتدت تجري. سامح سليم خايف على الكاميرا ما هي دي الكاميرا دي فلوس تودينا في داهيه يعني، الكاميرا دي ملايين يعني. سامح سليم فك الكاميرا من على الترايبود، قدر يفكها في ساعتها وابتدينا نجري، ودول جم ابتدوا يهزوا العربيه وكلنا ابتدينا نجري، وربنا ستر من ده كتير بقى.